وليه تشتريها من بره من الغالي؟ تعالي نعملها في البيت بطريقة حلوة جدا جدا وزي كبدة الشرقاوي بالظبط بالملي اللي احنا بنجيبها من بره. عايزة اقولك لو الكبدة بتاعتك بتطلع معاكي شاربة زيت وطرية كده يبقى الفيديو دوت ليكي. هنعملها النهاردة بطريقة انها تبقى مقرمشة وجميلة جدا وما تشربش زيت، تطلع معاكي بالشكل والجمال ده زي كبدة الشرقاوي بالملي ويمكن اجمل كمان. وما نشتريهاش بالغالي، هنعملها في البيت بطريقة حلوة وسهلة وبسيطة جدا. يلا بقى دعمينا بلايك ونورينا بالاشتراك في القناة، وتعالى نخش نشوف كده طريقتنا الجميلة دي. انا هنا معايا نص كيلو من الكبده متقطعه كده شرايح، الشرايح بتاعتها السمك بتاعها ايه، ولا رفيعه قوي شفافه ولا تخينه، يعني سمك متوسط. هبتدي دي بقى اتبلها بتتبيله جميله جدا. حطيت عليها معلقه توم وليمون وخل وفلفل اسود وكزبره وكمون. بس كده البهارات بتاعتها سهله وبسيطه ومتوفره في كل بيت. هسيبها بقى كده هوت في التتبيله بتاعتها ديت حوالي بتاع نص ساعه. وما تنسيش طبعا الملح، هتملحيها بقى بكويس كده وهتقلبي التتبيله الجميله ديت. هتسيبيها نص ساعه في التلاجة، هي في ثواني الكبده بتشرب من التتبيله على طول. تعالي بقى هنا عقبال ما نسيبها شويه في التلاجة كده هنعمل الكفر بتاعها الخارجي. انا هنا معايا كوبايه بالظبط من الرده، هحط عليها نص كوبايه من الدقيق وحوالي كده معلقتين كبار من النشا. النشا دي يا جماعه هتفرق جامد جدا في قرمشه الكبده. هوريكم دلوقتي شكلها عامل ازاي. هقلب بقى الكفر بتاعي الجميل ده كده كله مع بعضه. تعالي بقى دلوقتي كده الكبده بعد ما قعدت حوالي بتاع نص ساعه في التلاجة هاخدها كده اهوت واشم بقى كمان الريحه، ريحه التتبيله بجد يا جماعه رهيبه رهيبه جدا. هحطها بقى مع النشا كده في الخلطه بتاعت النشا والدقيق والرده كده، وهغلفها كلها. اهم حاجه دلوقتي وانا بغلفها اضغط عليها كويس جدا، يعني انا اضغط على شرايح الكبده بالتغليفه دي حلوه قوي قوي بايدي، علشان انا مش عايزه الرده بتاعتي بعد ما احمرها الاقي كده الكفر بتاعها ده خرج من الكبده، بقى هو الكفر في ناحيه والكبده في ناحيه. لا انا عايزه الكفر دوت يبقى ثابت فيها، لان في ناس بتشتكي من النقطه دي كتير جدا، بتقولك بعد ما بحمر الكبده بلاقي الكفر بتاع الرد ده خرج منها. لا احنا هنعملها بطريقه حلوه جدا مش هتخليه يخرج منها خالص. هنعمل الكميه بتاعتنا كده هو بالطريقه دي كده كلها، وهضغط عليها واوريها لك شكلها عامل ازاي. هنا بقى دلوقتي بعد ما غلفنا الكمية بتاعتنا كلها، تعالي بقى دلوقتي هات الطاسة بتاعتك وحطي فيها زيت، واول حاجة سخنيه كويس جدا، وبعد كده خلي النار بتاعتك متوسطة ما تخليهاش عالية. انزلي بقى بشرايح الكبدة بتاعتك كده، مش هتاخد 3 دقايق بالظبط وهتطلعيها. بس اهم حاجة ما تعليش النار عليها، عشان لو النار عليت عليها هتنشف منك. هي بالظبط نار متوسطة واقل من 3 دقايق هتطلعي شرايح الكبدة بتاعتك. اهو هتنزلي كده بشرايح الكبده، بس اهم حاجه يكون الزيت مغطي شرايح الكبده من فوق الوش، عشان بس الكفر بتاعها ما يخرجش منها. وثلاث دقايق زي ما قلتلك كده بتلفيها على الناحيه التانية قبل ما تنشف منك ولا حاجه، وتروحي مطلعاها بالطريقه ديت. عايزه اقولك بقى بصي شريحه الكبده وهي طالعه باينه جدا في الشوكه ان هي شريحه الكبده ماسكه نفسها طالعه كده مقرمشه. بصي مش مايعه كده ولا اي حاجه، طالعه بجد والله العظيم تحفه تحفه مقرمشه. الزيت بتاعي زي ما هو ما قلش خالص ولا بص اتحرق ولا اي حاجه. شايفين الزيت لو ملاحظين، يعني ديت الطاسه التالتة اهيت اعملها، الزيت بتاعي صافي وجميل جدا. شايفين جمالها عامل ازاي؟ والله الزيت بصوا ما اتحرقش خالص خالص، وهي بجد طالعه تحفه طالعه جميله جدا جدا. ما شربتش زيت نهائي نهائي، مقرمشه كده من بره وفيها من جوه كده طراوه جميله جدا. بص بقى هنا بعد ما خلصنا الكميه بتاعتنا طالعه عامله ازاي، بجد والله العظيم طالعه حلوه قوي قوي قوي. يعني ما فيهاش اي زيت خالص في قلب الطبق من تحت، مش شاربه زيت خالص. طالعه كده مقرمشه كده وجميله جدا جدا بجد، طريقه روعه يعني. اعمليها بالطريقه ديت للناس اللي بتشتكي ان هي دايما بتشرب منهم زيت، اللي هي بتطلع ناشفه قوي، يا الا طريه قوي، لا الا الكفر بتاعها بيفك منها خالص. لا بالطريقه دي والله تطلع معاكي ناجحه 100%. بصي شكلها من جوه، شايفين الكفر بتاعها زي ما هو لازق فيها في الكبده، ما خرجش منها خالص. بصوا والله حلوه قوي قوي قوي.
جربيها بقى بالطريقة ديت، وبجد عمرك ما هتشتريها بره بالغالي تاني خالص خالص. هتعمليها في البيت كده على طول، بجد نظافة، وضامنة ان الزيت بتاعك نظيف، ما تقلش بيه كذا مرة. بجد وصفة حلوة قوي قوي يعني. في احسن حاجة ان احنا نعمل الحاجة في البيت يا جماعة، بجد بالذات الكبدة، لاني بتتقلي في زيت وكده، وانت ضامنة حاجتك وكده ان هي كلها نظيفة. وده كان فيديو النهاردة، انتظريني ان شاء الله في فيديو جديد وفكرة جديدة. ما تنسيش تدعميني بلايك ونوريني بالاشتراك في القناة. مع السلامة.